السلام عليكم يا جدعان. عشان ما افضلش اتكلم واحكي وانت كده كده بتطلع في اول الفيديو. اللي انتوا شفتوه في فرح كروان مشاكل ده ما هو الا ترند عامة، تمام، وهو كسبان كده كده، تمام. احنا سيبنا الماتش وراحوا الفرح. تعالى بقى نتفرج على الراجل الجدع اللي شقيان اللي شغال في ايطاليا اللي هو السويسي. شوف بيقول ايه، نفهم يا رب نفهم، فانت عبتونا. سويسي كروان لم في اللايف امبارح 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه وترجعوا تسألوا الشباب ليه بترمي نفسكم في قلب البحر وبتموتوا؟ ما هم اللي بيشوفوه. انت تعرف يا صديقي 3/4 اللي بيسافر يجري غير شرعيه كلهم معاهم كليات وكلهم متعلمين احسن تعليم، بس مش شايفين تقدير. لما يشوف واحد زي كروان وواحد زي عمرو بيلا وواحد زي ده، ناس مالهاش لازمه طالعه تتكرم وبنزل لها بالالوفات وبتعمل لها 100,000 حساب، هيقعد يعمل ايه؟ الشاب من دلوقتي يبقى خارج من كليه اداب بيقول لك فتح عليه ويطلع يشتغل يا دوبك اللي جاي على قد اكله ومواصلاته، ويلاقي واحد زي ده قاعد في اللايف 5 دقايق يلم 3 مليون جنيه، ما دماغه هتتعب. يقول لك يا عم راح ارمي نفسي في مركب الهلاك، في مركب الموت واموت. انت لو مشيت هنا في الشارع هتلاقي 3/4 اللي شغالين على السقالات ناس معاها كليه اداب وناس معاها كليه حقوق بس مش متقدرين تحت. في عز اللي ما فيه كروان وغيره 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 عايشين احا وشايفين نجاحها، فالشاب بيرمي نفسه قلب البحر. الناس اللي زعلانه عشان فرح كروان باظ امبارح، والناس اللي بتطلع تقول لك يا عيني بوظتوا فرحته، ما بتزعلوش على الناس اللي بترمي نفسها في قلب الميه بسبب الاشكال دي؟ ما بتزعلوش على كل يوم في مركب بتغرق؟ اقسم بالله اقسم بالله انا بشوف ناس هنا معاها كليات حقوق وفي قمه الاحترام جايه عشان تاكل لهم تعيشها بالحلال بسبب الاشكال ده، ومتغربين وسايبينها عليه.